وفي خبر عاجل، الدفاعات الجزائرية في حالة تأهب قصوى بعد تحركات إسرائيلية قرب الحدود المغربية. رفعت القيادة العليا للجيش الجزائري حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها على الحدود المغربية بعد رصد تحركات إسرائيلية غير اعتيادية قرب الشريط الحدودي مع المغرب. مصادر استخباراتية أكدت نشاطا مكثفا لطائرات استطلاع إسرائيلية مسيرة في الأجواء المغربية القريبة من الحدود الجزائرية. الدفاعات الجوية الجزائرية المنتشرة على طول الشريط الحدودي تعمل الآن بنظام المراقبة الشاملة، حيث تتابع الرادارات المتطورة كل شاردة وواردة في العمق المغربي. طائرات الإنذار المبكر تحلق باستمرار، والمقاتلات سو-30 في حالة استعداد للإقلاع خلال دقائق. الناحية العسكرية الثانية وهران والناحية العسكرية الثالثة بشار رفعت جاهزيتها إلى الدرجة القصوى مع تمركز وحدات القوات الخاصة على طول الحدود. وحدات الحرب الإلكترونية الجزائرية تعمل على تشويش أي إشارات معادية، ومنظومات الدفاع الجوي S-300 وS-400 وS-500 جاهزة لاعتراض أي هدف. الجزائر تتعامل مع هذه التحركات بجدية بالغة، لكنها في نفس الوقت تطمئن شعبها أن الجيش يقظ ويحمي الحدود بعيون لا تنام. حالة التأهب القصوى هذه هي رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بالسيادة الجزائرية. نحن جاهزون. وفي الأخير فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أحداث الجزائر.